حبايب فاطمة، الحاجة أم الاختراع. الفيديو ده مش صدفة، يمكن تكون محتاج تسمع القصة دي دلوقتي. كان في ست بسيطة عايشة في قرية صغيرة، جوزها مريض ومش قادر يشتغل، وهي عندها عيال صغيرين محتاجين ياكلوا ويشربوا ويلبسوا. الست دي ما كانش معاها فلوس، لكن كان عندها عقل وقلب كبير. كل يوم كانت بتبص على بواقي القماش اللي بيرميها الخياط اللي قدام بيتها، كانت بتجمعهم وتخيطهم بإيديها لحد ما عملت ملايات وهدوم صغيرة. الناس في القرية عجبتهم الفكرة وبدأوا يشتروا منها. وهنا ظهر المعنى المثل الحاجة أم الاختراع، لأنها وقت ما اتزنقت عقلها خلاها تبتكر وتلاقي حل. الحاجة أم الاختراع معناها إن الإنسان لما بيكون محتاج لحاجة ضروري بيقدر يبتكر ويخترع حلول حتى لو بسيطة. يعني وقت الأزمات أو الظروف الصعبة العقل بيشتغل وبيلاقي طريقة علشان يتغلب على الظروف اللي بيعيشها. المثل بيعلمنا إن الظروف الصعبة مش دايما نقمة، ساعات بتكون سبب إننا نكتشف قدرتنا ونلاقي حلول مبتكرة للأزمات اللي احنا فيها. مش لازم تكون غني أو معاك إمكانيات ضخمة، أوقات الحاجة والضيق بيطلعوا من جوانا طاقة وابتكار ما كناش نعرفها إن هي عندنا. افتكر دايما ممكن من أزمة صغيرة تلاقي باب رزق كبير. أنا فاطمة، ودي كانت حكاية مثل جديد من حكايات فاطمة. لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك والاشتراك عشان نكمل سوا مشوارنا وحكايات من القلب للقلب. وصلي على الحبيب قلبك يطيب.